الأمل. في ملايين مننا بيصحوا كل يوم مش عشان يعيشوا، عشان يستنوا. يستنوا إيه؟ يستنوا الفرج، الفرح، العوض. يستنوا بكرة، وبكرة ده عمره ما بيجي. المشكلة إن هم فاكرين إن هم عايشين، هم بيعدوا الوقت مستنيين. أنا أحمد هلال هقولك، من زمان بنتعلم إن الصبر مفتاح الفرج، وديننا بيقول إن مع العسر يسر وإن الله مع الصابرين. بس الدين مفهوم غلط، لأن إمتى الصبر يتحول من فضيلة لشلل، وإمتى الأمل يبقى نور، وإمتى يبقى زنزانة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقة جديدة من هقولك. حلقة النهاردة إحنا هنتعمق شوية في جزء بيمسنا كلنا، جزء الأمل. هو الأمل ده إزاي نخليه حقيقة، ولا نفضل ماشيين ورا كلمة أمل؟ النهاردة هنتكلم كلام من القلب لكل الناس. أتمنى تستفيدوا من الحلقة، ويا ريت نركز في الكلام اللي هيتقال. علماء النفس بيقولوا إن الإنسان لما بيتحط تحت ضغط بيحصل له حاجة اسمها learned helplessness، أو العجز المكتسب. فمش قادر يغير الواقع بتاعه، يعني بيتعلم العجز، فبيسكت ويستنى وبيعيش على الأمل بس من غير ما بيتحرك. والمجتمع عندنا للأسف بيساعد على الحاجات دي. الإعلام يقولك بكرة هتتعدل، بس السؤال هو بكرة ده هيجي إمتى؟ وبعدين هو أنا هستنى بكرة وأضيع من إيدي النهاردة؟ أنا مش ضد الأمل، بس الأمل اللي ما فيهوش حركة ده اسمه وهم. ولا أنا ولا أنت ولا أي حد يحب يعيش في وهم. والدين بيتفهم غلط ويقول لك اصبر، والأهل يقولوا لك يا ابني هون على نفسك شوية، ربك كريم، واصحابك يقولوا لك هو احنا احسن من غيرنا. الكلام ده كله مش مظبوط، لان ولا واحد فيهم بيقول لك قوم اتحرك اسعى حاول. كلهم بيدوك كلام انك تفضل قاعد مكانك وعايش على امل بدون مجهود. في ناس كتير بتقعد مستنية وظيفة معينة، سفر، فرصة، حتى مستنية انها تحب، بس من غير ما تاخد خطوة ولا تسعى ولا تروح للحاجة دي وتشوف هي هتحصل ولا لا. لو انا سعيت لها بيبقى عايش على كفاية الامل اللي انا فيه. بس ليه ده بيحصل لنا احنا كمصريين اكتر من غيرنا؟ لاننا عايشين في ظروف صعبة جدا، وتعلمنا ان احنا بنجامل وخلاص، وتعلمنا كلمة معلش، وتعلمنا انك لو غلطت ما تحاولش تاني بقى، اصبر سيبها على ربنا وخلاص. لا، ربنا ما قالش كده. ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى معاك. الامل طبعا حاجة مهمة ولازم يبقى عندنا امل، يعني ما فيش حد هيختلف في ان الامل ده، بس امل بدون عمل ملوش لازمة. زي احمد الشقيري بيقول دايما ايه؟ الأمل هو وقود العمل، هو البنزين. الامل هو وقود العمل، معناها ان انت لازم تشتغل علشان الامل اللي انت بتفكر فيه ده تقدر توصل له. لكن تفضل عايش على امل وعلى جمل دينية مفهومة غلط بحجة انك هتوصل للي انت عايزه، ده لوحده مش كفاية. الامل لوحده مش كفاية. وفي امثلة كتير في حياتنا بتدل على ان الامل بدون حركة ملوش اي لازمة، بس لو اتحركت هتلاقي معجزات بتحصل. زي امثلة لمطعم مشهور جدا مفيش حد فينا مش عارفه. صاحبه لحد 65 سنة هو مجرد موظف بيروح وبيجي شغله، وحس ان هو ما عملش حاجة في حياته بعد ما طلع خلاص معاش. ما عملش حاجة في حياته، فجرب يعمل حاجة خلطة معينة واتحرك. الاول عملها وحط يافطة على الباب، ما جابتش نتيجة لانه ما اتحركش. لكن جرب يتحرك ويروح للمناطق اللي الناس اللي حواليه ويخليهم يجربوا الحاجة اللي هو عملها، لحد ما دلوقتي بقى من اهم واشهر المطاعم اللي موجودة في العالم. فهنا هو كان عنده امل يعمل حاجة وفضل مأجلها 65 سنة. لما قرر يتحرك، امل تحرك، في ظرف ايام وصل للي هو بيفكر فيه. اقول لك على سر، الامل اللي من غير حركة ده مش نور، ده مخدر. وفي امل بيطمنك وامل بيعطلك. طب ايه الحل؟ الحل انك تغير المخدر ده لطاقة، تقوم وتحاول وتجرب مرة واثنين وثلاثة وانت عندك امل. التحركات بتاعتك زائد امل دي معادلة اخرها نجاح.
وما تقعدش تقول هأجل لبكرة، مش يمكن يكون النهاردة هو بكرة اللي انت مستنيه وانت ما تعرفش. انا احمد هلال هقول لك.